بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. احنا النهارده في التجمع الخامس في إحدى المشاريع الإنشائية بنشرح جهاز تحديد المواقع عالميا GPS. قدام حضراتكم الجهاز منصوب، فهنشرح نشرح الشرح أولا وبعدين نفك الجهاز ونركبه تاني. طيب، عشان أشتغل بجهاز GPS أول حاجة لازم أعرف النظام اللي احنا شغالين بيه. النظام اللي احنا شغالين بيه هو خلي بالعرض WGS 84. ايه حكاية بقى WGS 84؟ احنا عندنا الورقة دي هنشتغل فيها وبعدين هنشتغل على الكنترول ونفك الجهاز ونركبه تاني. ايه هو WGS 84؟ هو النظام الإحداث الجغرافي. النظام الإحداث الجغرافي الذي يستخدمه جهاز تحديد المواقع عالميا GPS. طب انت عندك أنظمة تانية؟ بالطبع ولكن أكثر الأسانيد المكانية استخداما هو WGS كام يا هندسة؟ 84. الناس وهي واقفة تلقن نفسها بالمعلومات اللي احنا بنقولها دي. يبقى احنا دلوقتي النظام اللي احنا شغالين بيه حاليا اسمه WGS 84. رقم 2 هنتكلم على مكونات جهاز GPS. ايه هو مكونات جهاز GPS؟ 1. مجموعة من الأقمار الصناعية تدور حول كوكب الأرض. 2. محطات التحكم الأرضية. محطات التحكم الأرضية دي تقوم عاملة لك إيه؟ تتابع حركة الأقمار وتعالج الأخطاء وتعطي الإحداثيات. يبقى الموضوع مش شوية أقمار صناعية بتلم وخلاص حول كوكب الأرض، لأ، ده في محطات تحكم أرضية. والحاجة الثالثة المستقبلات الأرضية زي الريسيفر اللي في إيد حضرتك دي والكنترول. يبقى احنا دلوقتي الجهاز بيتكون من 3 حاجات. 1. مجموعة من الأقمار الصناعية تدور حول كوكب الأرض. 2. محطات التحكم الأرضية تتابع حركة الأقمار، تعالج الأخطاء، تعطي الإحداثيات. رقم 3 يا هندسة هي المستقبلات الأرضية. ده لو بنتكلم على مكونات جهاز GPS. رقم 3 هنتكلم على حاجة اسمها الإسقاط. إيه هو الإسقاط؟ الإسقاط هو تحويل الشكل الكروي لسطح الأرض إلى شكل مستوي. تحويل الشكل الكروي لسطح الأرض إلى سطح مستوي. ولكن لما جيت أعمل إسقاط حصل تشوه في 3 حاجات. أول حاجة المسافة لما جيت أحطها للنقطة للجبس عشان تطلع ما طلعتش مكانها. ده دليل إن في تشوه. تمام؟ يبقى التشوه في المسافة. رقم 2 في الاتجاه. يعني إيه الاتجاه؟ النقطة مش جاية في النص، جاية يمين أو شمال، جاية بره أو جوه. يبقى الاتجاه. طالما المسافة والاتجاه غلط يبقى المساحة كلها إيه يا هندسة؟ غلط. إحنا بنتكلم عن الإسقاط. ما هو تعريف الإسقاط؟ هو تحويل الشكل الكروي لسطح الأرض إلى شكل مستوي. وأثناء عملية الإسقاط بيحصل تشوه في كم حاجة؟ في 3. 1 المسافة، 2 الاتجاه، 3 المساحة. أعالج ده إزاي؟ عندي نوعين من الإسقاط دلوقتي اللي إحنا شغالين فيه. عندي ETM ده نظام إسقاط، وعندي UTM. الETM قسم مصر إلى 3 أحزمة. أول حزام اسمه الحزام البنفسجي، تاني حزام اسمه الحزام الأحمر، تالت حزام اسمه الحزام الأزرق. يبقى أنا دلوقتي عشان أعالج التشوه لازم أشتغل على نظام إسقاط. ETM اللي هو النظام الإيجيبشن قسم مصر الإيجيبشن
قسم مصر لكام حزام؟ ل3. واحد الحزام البنفسجي، 2 الحزام الاحمر، 3 الحزام الازرق. ركز معايا. الحزام البنفسجي يبدأ من خط طول 25 شرقا ل 29 شرقا. يبقى ده الحزام ايه يا هندسة؟ البنفسجي. لو طرحنا 29 من 25 يبقى كل كم درجة طول يا هندسة؟ 4. الحزام الأحمر يبدأ من خط طول من 29 إلى 33 شرقا. الحزام الأزرق يبدأ من خط طول من 33 شرقا إلى 37 إيه يا هندسة؟ شرقا. أسيبها كده؟ لأ. قال لك الحزام البنفسجي يشمل العلمين حتى حدودنا الغربية. يعني احنا لو النهارده في مرسى مطروح احنا في الحزام البنفسجي اللي هو الباربل بيلت. لو احنا في سيوة الحزام البنفسجي. في سيدي براني في الحزام البنفسجي. عرفنا منين؟ لانه بيقول لك من العلمين حتى حدودنا الغربية. الحزام الاحمر يشمل نهر النيل ودلتا النيل كلها. الحزام الازرق من حدودنا الشرقية حتى فلسطين. يبقى احنا دلوقتي قسمناها حسب خطوط الطول وحسب اللوكيشن بتاعي. جيتش من الدوائر العرض. انا اتكلمت من 25 ل 29 شرقا، من 29 ل 33 شرقا، من 33 ل 37 شرقا. وان الحزام البنفسجي من العلمين حتى حدودنا الغربيه، الاحمر دلتا النيل ونهر النيل كله، والبنفسجي اللي هو من حدودنا الشرقيه الى يا استاذ عبد السلام الى فلسطين. النظام ده لم يجدي الفائده المطلوب من اجله بنسبه 100%. طب وهي ايه الفائده؟ علاج التشوه. مفيش حاجه اختلاف فيها بقى. علاج الايه؟ التشوه. هنشتغل على النظام العالمي. النظام العالمي متقسم لحاجتين: 35 ار و36 ار، وفي جزء تحت خالص اللي هو 37 ار، وده في حته بره مصر ونادر لما حد بيقع فيه. يبقى احنا دلوقتي هنتكلم على 35 ار و36 ايه هندسه؟ ار. ال 35 ار قال لك يبدا من خط طول 24 شرقا حتى 30 شرقا. يبقى كل دلوقتي كم خط طول؟ 6. وكل 8 دوائر عرض. يبقى كل 6 خطوط طول وكل 8 دوائر عرض. طب ال 36 يبدأ من خط طول من كم بقى دلوقتي؟ من 30 وينتهي بإيه يا هندسة؟ ب 36 شرقا. يبقى احنا دلوقتي عندنا كم نظام اسقاط؟ 2. عندي الاي تي ام وعندي الاي تي ام. قبل ما نشتغل على الجهاز هعمل لك ريفيجن على الوضع اللي قدامي ده. النظام اللي احنا شغالين بيه هو الدبليو جي اس 84، والنظام الاحداث الجغرافي، ويعتبر من احد الاسانيد المكانيه الاكثر استخداما. يبقى النظام اللي انا شغال بيه دلوقتي اسمه النظام دبليو جي اس كام؟ انا بقول الكلام ده وبعيده لان لما انا هايد الكنترول دلوقتي هدخل الكلام ده. رقم 2 مكونات الجهاز. 1 مجموعه من الاقمار الصناعيه. 2 محطات التحكم الارضيه. رقم 3 المستقبلات الارضيه زي ما الراجل الطيب ده بيقول. الاسقاط هو تحويل الشكل الكروي لسطح الارض الى شكل مستوي. وان لما نيجي نعمل اسقاط بيبقى فيه تشوه في 3 حاجات. 1 قبل الاتجاه المسافه، بعد كده الاتجاه، بعد كده المساحه. وتعقيبا على الكلام لو قلت الاتجاه الاول صح برضه انا برمجتها. لما اجي اشتغل بالتوتال ستيشن بصفر الزاويه. الزاويه تعبر عن الاتجاه، وبعد كده المسافه، وبعد كده المساحه. هي كده بايظه. هي كده بايظه. لازم اعالج التشوه. عندي النظام المصري الاي تي ام، وعندي النظام العالمي اليو تي ام. الاي تي ام مقسم مصر ل3 احزمه: الحزام البنفسجي الباربل بيلت. الباربل بيلت من 25 شرقا ل 29 شرقا. مكانه فين؟ من علمين حتى حدودنا الغربيه. الحزام الاحمر الريد بيلت من 29 شرقا حتى 33 شرقا، من نهر النيل ودلتا النيل كلها. او ضفاف زي ما حضرتك بتقول، كلامك صح ما اقدرش اعقب عليه. الحزام الازرق من 33 شرقا حتى 37 شرقا، وده من حدودنا الشرقيه الى فلسطين. هل الحزام ده اجدى نفعا؟ خلينا نقول بنسبه 85%.
النظام اليو تي ام اللي هو الانترناشونال او اليونيفرسال اللي هو العالمي بتاعي قسم مصر لثلاث اماكن او ثلاث نطاقات: 35 ار، 36 ار، 37 ار. 35 ار من خط طول 24 شرقا حتى 30 شرقا. 36 ار من 30 الى 36. اركن دي. الجهاز بيتكون من ايه؟ بيز، روفر، كنترول. بيز، روفر، كنترول. هيقيد الكنترول من زرار اون بضغطه مطوله. هشرح لك كل حاجه. جهاز الجي بي اس من اسهل الاجهزه. اسهل من الميزان؟ اه والله ده بالنسبه لي، بس اللي يشتغل عليه لازم يكون فاهم اللي انا قلته ده. الديتم والزون، الديتم والزون. هتشتغل على ديتم ايه وانت في الزون ايه؟ خلاص توكل على الله. تقدر ترفع، تقدر توقع، تقدر تنقل على الفون واحنا واقفين دلوقتي، نقدر نعمل نظام رصد ار تي كي، نقدر نشتغل استاتيك. الامور هتبقى مرضيه خالص. طيب انا قلت الجهاز. تعالى نكتب في الورقه دي كده البرنامج اللي احنا شغالين عليه في جهاز الجي بي اس. اسمه سيرفي ماستر. اسمه ايه يا هندسه؟ طب الجهاز اصلا اسمه ايه؟ اسمه جي بي اس. الماركه بتاعته جي ان اس اس ان 2 والنوع بتاعه ساينو. هشتغل دلوقتي على برنامج اسمه ايه يا هندسه؟ سيرفي ماستر. طيب اول ما باجي اشتغل على سيرفي ماستر عندي قايمه اسمها بروجكت. عندي قايمه اسمها ايه يا هندسه؟ بروجكت. بروجكت. يبقى اول حاجه هدخل على قايمه اسمها ايه يا هندسه؟ هنعمل ايه فيه؟ هنعمل 3 حاجات. 1 السورس الويب. رقم 2 التارجت الويب. 3 الازمس سيستم. هشرح لك كل حاجه ما تقلقش. رقم 4 البروجكشن، مهمه جدا. رقم 5 الهيمو اسفير. نبدا واحده واحده. 5 حاجات دي هتكلم فيها من قائمه ايه يا حضرات؟ بروجكت. واحده واحده. هات الكنترول اهو اهو. خلينا واحنا واقفين كده. ادي الكنترول. واحده واحده. الكنترول معانا والفيديو معانا. هنضغط على سيرفي ماستر اهو. الناس فتحت سيرفي ماستر. ايه سيرفي ماستر ده؟ ده اسم البرنامج الخاص باجهزه الساينو جي ان اس اس، سواء ان 2 ان 3، بس ده اسم البرنامج. حمل الابلكيشن دلوقتي. قلنا نضغط على قائمه من تحت اسمها ايه يا هندسه؟ بروجكت. نضغط على قائمه اسمها ايه؟ نضغط على بروجكت من فوق. انا دلوقتي عندي دي مشاريع موجوده، ممكن اختار اي مشروع وممكن اضغط على كرييت. كرييت وتعني انشاء بروجكت. انشاء بروجكت. كرييت. البروجكت اللي احنا هنسميه بقى دلوقتي هنسميه ايه دلوقتي يا هندسه؟ وليكن هنسميه اهو اهو اي ال كي اي دي واي. ادي القاضي، ونكتب جنبيها اس يو ار في اي واي. القاضي وسيرفي اللي هو رفع، واسم القائم على العمل كنايه لاحمد القاضي. عايزين نختار الديتم اللي هو نظام الاسقاط. الديتم اللي هو نظام الاسقاط. هنخش على ديتم، ومنها ديتم ستور وتعني الانظمه المتسجله داخل الجهاز. ديتم ستور. ادي السهم الصغير ده، ومنها نختار ديتم ستور. كل دي انظمه اسقاط.
انا مش عايزك تحفظ، انا عايز افهمك. لو انت عندك الديتم عارفه وتضغط عليه وتضغط اوكي. انا عايز اعلمك ازاي تختار ديتم. هنضغط على يوزر ديفايند. يوزر ديفايند يعني يحددها المستخدم. تعالى فوق الديتم، اكتب لي الاول النظام اللي احنا شغالين فيه. حد يقوله لي عشان نسيته؟ ايه؟ ايوه دبليو جي اس 84. السورس الابسايد شكل الارض دبليو جي اس 84. التارجت الابسايد حجم الارض. السورس الشكل، التارجت الحجم. هنضغط عليه ونضغط على الثلاث شرط اللي فوق ده اهو، ونختار برضو دلوقتي دبليو جي اس كام يا هندسه؟ ليه؟ لانه هو احد الاسانيد المكانيه الاكثر استخداما، او هو الابسويد الذي يمثل شكل وحجم الارض. يبقى النظام اللي احنا شغالين عليه يا جماعه اسمه ايه؟ دبليو جي اس 84. الازمه سيستم اللي انا كاتبتها عندي في الورقه هو نظام السمك اللي هو الشمال. نضغط اوكي. داخل على اهم حاجه اللي هو نظام الاسقاط. حد يعرف يقول لي نظام الاسقاط اي تي ام ولا اي تي ام؟ ليه؟ لان النظام المصري اكثر دقه. البروجيكشن. البروجيكشن. هنضغط على السما اهو، كليك ونختار اليو تي ام. احنا 35 ولا 36؟ حد عارف؟ اوعى بقى تروح تتلخبط تقول لي ده احنا في الحزام الاحمر والبنفسجي والكلام ده. احنا جوه اليو تي ام. احنا جوه اليو تي ام. احنا مختارين نظام اسقاط كام؟ يو تي ام. بص لما اضغط على علامه البليس دي، بص لما اضغط على علامه البليس دي، بص موقع 36. هو مش مخليك تشغل دماغك في اي حاجه، هو مريحك. ضغطت على علامه البليس طلع لك. طب هنا الهيوموسفير مرورا بنصف الكره الشمالي الان اهو. اضغط اوكي. يبقى لما اجي هنا بقى دبليو جي اس 84 اقف جنبها هنا اهو، اكتب لها كده اهو كام يا حضرات؟ 35. كام يا جماعه؟ 36. امال الناس ساكته ليه؟ اهو 36. واكتب جنبها ايه بقى دلوقتي يا هندسه؟ الله يفتح عليك. كتبت فوق الديتم، اضغط اوكي. تطلع لي هنا اهو، اضغط عليه اوكي. ده بيقول لي عيد بقى على السورس الويب والتارجت الويب سايت. ده بيهرج، ده هو فاضي بقى. معلش اضغط اوكي. ده بيقول لي اسم البروجكت بتاعك سيرفي والقاضي، اقول له بيأكد معانا. اضغط اوكي. فوق دلوقتي قال لك في البافيتا الزرقاء دي او في الطول بار اللي فوق ده موجود ايه؟ القاضي ايه؟ انا كده خلصت 60% من الجهاز. واحد يقول لي لا ده انت لا رفعت ولا وقعت ولا ربطت، اسهل ما يمكن. يبقى احنا دلوقتي هنجيب الورقه اهو. عملنا ايه في الورقه دلوقتي يا هندسه؟ قائمه اسمها قائمه ايه؟ بروجكت. اتكلمنا فيها دلوقتي على كام حاجه؟ 5. سورس ويب سايت هو الدبليو جي اس 84. تارجت ويب سايت الدبليو جي اس 34. الازمه سيستم اللي هو نظام السمت اللي هو الشمال. البروجيكشن اللي هو الاسقاط اللي هو ايه؟ نظام الاسقاط ايه؟ اي تي ام ولا يو تي ام؟ يو تي ام. والهيوموسفير مرورا بنصف الكره الشمال. خلصنا بروجكت. خش في اللي وراه. قائمه اسمها كونكشن، بتيجي من الامر تحت اسمه ديفايس. عايزين نربط. انت في التوتال ستيشن كنت بتربط بين نقطتين، ستيشن وباك سايد. هنا هنربط بين 2، البيز والروفر بواسطه الكنترول. البيز والروفر بواسطه الكنترول. طب الكونكشن دي هتتكلم فيها على ايه دلوقتي يا هندسه؟ هنتكلم على 3 حاجات. اول حاجه الكونكشن. اول حاجه الكونكشن. طيب وتاني حاجه التارجت ديفايس. وتالت حاجه هنتكلم على الانترنال راديو، وهنتكلم فيها على حاجتين: الباور
والشانل ما تحملش هم حاجه، بسط لك كل حاجه دلوقتي. ورابع حاجه هنتكلم لما نيجي ندخل ارتفاع الجهاز، لازم نختار الدقه اللي احنا شغالين بيها اللي هي الستارت مود، اللي هو الفيكس بوزيشن، يعني نظام الفحص للموقع. ورابع حاجه هندخل ارتفاع الجهاز، وعندي طريقتين، يا اما بوتوم يا اما سيلنت. هنبدا نشتغل، ما تحملش هم حاجه، كلام مش صعب، الانجليزي مش كتير. همسك لك كل واحده دلوقتي وافصصها لك. اول حاجه احنا قلنا هنضغط على قائمه اسمها ايه يا هندسه؟ ايه؟ ديفايس. خلصنا بروجكت. خلصنا بروجكت. هنضغط على ايه دلوقتي؟ ديفايس. عشان اربط، عشان ديفايس كونكشن. ايه ده؟ ايه التهريج اللي كاتبه ده؟ ديسكونكت. ده ربط ايه؟ في بعض الاماكن انت مركب الانتنه اللي قدامك دي، هو شغال على اشاره راديو داخليه، فهو اما حطيت الجهاز قال لك ان هو رابط. طب لو سمحت نضغط على ديسكونكت. قالت لك ان الديفايس الوحده اللي معاك ديسكونكت، غير متصل. محتاجين دلوقتي نربط. اول حاجه كتبتها لك في الورقه الكونكشن تايب، نوع الربط بتاعي، نوع الربط بلوتوث. نوع الربط ايه يا هندسه؟ تاني حاجه التارجت ديفايس. تارجت ديفايس انا بعرف الوحده اللي قدامي، الوحده دي هي اسمها البيز. الوحده دي اسمها ايه يا هندسه؟ البيز دي تتعرف ازاي؟ بالسيريال نمبر. السيريال نمبر اهو اخره كام؟ تحت اهو 82. اخره كام؟ 82. يبقى البيز السيريال نمبر بتاعه اخره كام؟ 82. هضغط هنا اهو، بص كده، واختار ايه دلوقتي؟ 82. عرفنا البيز، عرفنا. فاضل ندخله. لا اصبر ثانيه واحده، انا كاتب لك 5 حاجات، انت خدت حاجتين، الكونكشن تايب والتارجت ديفايس. تمام يا عم الحاج؟ انا محتاج اعرف الانترنال راديو اللي هو الاشاره، الترددات بتاعي، صح ولا لا؟ زمان ارجع ورا كده سنه هندسه. زمان لو انت في الجيش، لو حد فيكم دخل الجيش سلاح مدرعات او مدفعيه، تلاقيه مركب، او اشاره تلاقيه مركب لك كده هيلمت، سماعه، والراجل ده برضه لابس سماعه. قال لا هو في تليفون يا جماعه واصل ولا حاجه؟ لا ده شغال عن طريق الترددات اللي هو الانترنال موجات صوتيه. الموجات الصوتيه دي موجوده جوه قناه. يبقى انا عشان اشتغل البيز بالروفر هشغلها بقناه، اشغلها بقناه، اشغلها بقناه. طيب تعالى بقى، انت عملت كونكشن للبيز، خش بقى للبيز اعمل لها الانترنال راديو، صح ولا لا؟ اهو. ايه رايك نختار قناه من اللي موجوده ولا اعلمك ازاي تكريت قناه؟ ازاي تعمل قناه؟ او انا بحفظك ازاي تكريت قناه. السهم اللي فوق ده اللي هو الانترنال راديو، السهم اللي فوق ده الانترنال راديو. ايه ده بقى؟ الله، الباور، وتعني المدى. الباور هو المدى. بص لما اضغط عليه كده، نص واط، 1 واط، 2 واط. يعني ايه؟ يعني دلوقتي قوة الإشارة اللي موجودة عندي. بالبلدي لو المشروع كبير اختاروا واط كبير، واط كبير، جدع. 2 1. لو المشروع صغير واط صغير. فقابل الأستاذ إسلام المشروع بتاعه صغير، وقام داخل معاند معايا قال لي أنا هختار 2. صح، 1000000%. بس بيأثر من عمر البطارية. يعني من عمر البطارية هتبوظ؟ لا، الشحن بتاعها هيخلص، ولكن تكنيكال فنيا هو شغال صح. خلينا دلوقتي نختار 2. احنا في مشروع كبير، ده احنا لو بصينا طبعا هو الليل هجم، هو كل المفروض يطلع لك في الفيديو، ولكن لو بصيت انت هتلاقي نفسك انت شغال في مشروع كبير جدا. هناخد وليكن 2. القناة دلوقتي اللي موجودة كام؟ 6. انت مزاجك عايز تغيرها، خش هنا اختار اي قناة انت عايزها، اي قناة، بس زي ما انت خدت للبيس 6 روفر 6 9 9 8 8 عشان الترددات. اختار ال6 اهو. ادي الباور، ادي الشانل، امورك طيبه. اضغط كونفورم. ايه الستارت مود ده؟ احنا كاتبينها. ايه الستارت مود اللي في الورقه عندي دي هندسه؟ الستارت مود احنا قلنا نعملها فيكس بوزيشن. فيكس ايه يا هندسه؟ بوزيشن اللي هو نظام الفحص، نظام الدقه للمواقع. افحص البوزيشن.
واضغط سيف. ايه ده؟ بيقول لي الانترنال راديو. هتسميها ايه؟ ده طبيعي، اي مولود بيتولد هحتاج اللي انا اسميه اهو اي ال اختصار كلمه القاضي، واضغط اوكي. ظهرت لي هنا اهو، اضغط عليها يا استاذ احمد اهي، واضغط ابلاي. ايه ده؟ اهم حاجه، اهم حاجه احنا دلوقتي عشان نشتغل بالجي بي اس لازم نكون واقفين على نقطه معلومه، مش لازم يعني ده الصح. بص كده تحت كده هندسه، تمام كده، ادي نقطه ثابته انا هسميها، هي موجوده معاك اهي، ايه اس 7. الكود اي كود انا عايز. الكود يعني انت في موقع انشائي، الراجل الطيب ده قال كي، لا انا هقول له انت اسمك سفيان، خليها حرف الاس، يعني بنصحي معانا كده في المحاضره. انت معاك النقطه دي؟ لو معاك يا استاذ عزت هتكتبها، لو معاك ايه يبقى كل الشغل متنسب للنقطه دي، ما النقطه دي متصححه وجايبه برضو الجي بي اس، بس انت بترمي من خلال النقطه دي اكتر من نقطه. طب مش معاك، واحد يقول لي اضغط ريسيف، اضغط ايه؟ قبل ما يضغط ريسيف ارجع ورا كده يا استاذ عمرو، قبل ما يضغط ريسيف ادخل له ارتفاع الجهاز، ادخل له ارتفاع اللي هي البيز، البيز. طيب ادي المتر بتاعه تتقاس منين؟ من النقطة اللي على الأرض أهو لحد فين بقى؟ حلو. عندي حاجتين، بوتوم وسلاند. بوتوم وإيه؟ سلاند. بوتوم يعني عند البار من تحت ده. سلاند بقى في عندك علامة هنا، بص عليها كده هتلاقيها عندك هنا أهي. أنا في شغلي بختار البوتوم. انت لو بصيت كان الارتفاع متر و80، متر وكام يا استاذ؟ 80. يبقى انا هاجي على الانتنه تايب ده، الانتنه تايب ده اضغط على السهم ده اهو. هنا بقى مش كاتب لك بوتوم، هو بيقول لك البول هايت يعني ارتفاع البول دي، البار دي. اكتب كام يا استاذنا الفاضل؟ متر 80. طب ما ينفعش اختار السلنت وتبقى متر و80؟ لا طبعا تفرق، صح ولا لا؟ في ايه؟ ما هو السلنت فوق في الارتفاع 3 4 سم، هتحاسب عليهم؟ هتحاسب على 3 4 سم؟ لا هيفرق معاك. ما انت لو اخترت السلنت وكتبت متر 80 غلط، المفروض تلاقيه متر 85 متر 84. خلصنا، اضغط على السهم اللي تحت ده واضغط على دي اوكي. شوف كده الارتفاع كتب متر، ما ضغطتش اوكي تمام، متر 80 ادي اوكي اهو يا هندسه. خلاص هو كده بيقول لك ست انتنا سقسيط، ونضغط على دلوقتي ايه يا هندسه؟ على ريسيف.